أنا لغتي. أنا لغتي أنا. الدكتور أحمد فال دين، إعلامي وروائي موريتاني. عنوان مداخلته: العربية جنوب الصحراء، حكاية إفريقية حية. أرجو من المتدخلين التركيز ربحا للوقت. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم. أيها الأحبة، قبل أشهر كنت في مدينة في العمق السنغالي، فوقفت أمام مدرسة أنتظر أمرا، ثم انتبهت لطفل في نحو 10 من عمري يقرأ دفترا تحت شجرة أمام المدرسة، فترجلت وسألته ما يقرأ، فناولني الدفتر. تفاجأت بكون الطفل يراجع تعريفات لعلمي البيان والبديع بلغة عربية جميلة. فاتحته الحديث فوجدته فصيحا واثقا. هذه الصورة يندر وجودها في الدول الناطقة بالعربية اليوم، وهي دالة فيما نحن بصدده والحديث عنه منذ الأمس. لكن حالة هذا الطفل ليست أمرا جديدا، فالعربية أصيلة جنوب الصحراء، قديمة قدم الإسلام هناك. لكن وجود العربية في تلك الربوع ظل خاضعا لثنائيتين متناقضتين ظاهريا: قوة الحضور جنوب الصحراء، وتجاهل وجودها من العمق الناطق بها شمالا وشرقا. الأساتذة الأكارم، نحن نعلم أن حواضر العربية تاريخيا لم تعرف كثيرا عن المناطق التي توجد بها العربية جنوب الصحراء، ولعل عبارة ياقوت الحموي المتوفى 626 تلخص ذلك. فقد قال واصفا المجال الشنقيطي وجنوبه، قال ياقوت: وبعده أي بعد السوس الأقصى بحر الرمل، وليس وراء ذلك شيء يعرف. وبعده بحر الرمل وليس وراء ذلك شيء يعرف. فياقوت الذي كتب هذه الكلمات في مدينة نيسابور وظف معجما دالا في التخيل والبعد، فاستخدم كلمات الرمال والوراء والشيء الغائم ليعطي شحنة غرائبية عن تلك المنطقة وعن تخيله لها ومجايريه يومها. هذا الإهمال أو الجهل بين قوسين بحال العربية وعلومها جنوب الصحراء لمسه سكان إفريقيا جنوب الصحراء ولاحظوه. فمؤلف كتاب فتح الشكور في علماء التكرور يقول في مقدمته شاكيا: ورأيتهم لم يذكروا علماء تكرور لبعد المسافة بينهم وبين علمائنا. لكن هذا الإهمال لحكاية العربية جنوب الصحراء انعكس نقصا للأسف في الدراسات الثقافية في دول المركز، لأنها فقدت ثمرات العقول جنوب الصحراء. ورغم تلك القطيعة فإن حكاية العربية جنوب الصحراء قديمة وحياتها ممتدة وواقعها جيد. أيها السادة، ليست العربية إذن بغريبة على جنوب الصحراء، وما هي بمتسورة عليها دون إذن. فمنذ نزل القرآن حررت العربية من الطوق الجغرافي والبشري الذي كانت فيه لسان قوم دون قوم، ورفع الله من شأنها لتكون لغة إنسانية تحمل دعوة التوحيد حسب عبارة الأستاذ الدكتور الخليل النحوي. ثم يجزم الدكتور الخليل النحوي بأن سبب ذلك كون العربية غدت بسبب الدين لغة كونية لا يجسد انتشارها سلطان قوم وسطوتهم على غيرهم، ولا يعكس سلطانها نزوع عرق من الأعراق للتفوق والهيمنة. ويكاد المؤرخون يتفقون على أن دخول إفريقيا جنوب الصحراء إلى السجل التاريخي المكتوب كان بهذه اللغة العربية. فأول الكتابات التي قرأتها البشرية عن تلك المناطق وسكانها وعاداتها كتبت
بأيدي رجال كالمسعودي والإصطخري والبكري والإدريسي وابن بطوطة. ولذا لا غرابة أن زعم الفيلسوف الألماني بعبارته المستفزة أن التواصل الوحيد لإفريقيا مع الحضارة الإنسانية كان عن طريق المحمدية، انتهت عبارته، وإنما يقصد الإسلام طبعا. الأساتذة الأفاضل، إنني أزعم أن حال العربية جنوب الصحراء حال جيدة مع غياب الدعم وانعدام التمويل والتنسيق والتخطيط، وقد لمست هذا من خلال تقديمي لبرنامج حكايات إفريقيا لشبكة الجزيرة وأسفاري في القارة جنوبا وشرقا وغربا، وهو يتضح من خلال أرقام متابعة برنامجنا حكاية إفريقيا في تلك المناطق. فلدينا مثلا أكثر من 270 ألف متابع في السنغال، وأكثر من 141 ألف متابع في نيجيريا، وأكثر من 90 ألفا في مالي. هذه مجرد أرقام، مجرد أمثلة لمتابعة برنامج حكاية إفريقيا الناطق بالعربية. ونحن نعلم أن القارة الإفريقية عموما تكاد تكون قارة عربية، وهذا حديث سبقني إليه الأساتذة، إذ تشير إحصائية عام 2011 إلى أنه يوجد في القارة الإفريقية نحو مليار من البشر، يتحدث منهم 17% بالعربية، وهي النسبة الأعلى في القارة. فاللغتان التاليتان هما السواحلية ويتحدث بها 10% أو 10%، والهوصة 5% من سكان القارة. ثم إن العربية لغة تواصل تجاري واجتماعي في مناطق واسعة جنوب الصحراء، لا أطيل بذلك. وتشير تقديرات عام 2026 إلى وجود أكثر من 70 مليون مستخدم للغة العربية في إفريقيا جنوب الصحراء، يستخدمونها لأغراض تجارية أو دينية أو تعليمية دون أن تكون لغتهم الأم. وفي التعليم تستخدم العربية في دول كالسنغال ومالي وغامبيا، وتستقطب المدارس العربية نسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% من الطلاب، مما يخلق طبقة واسعة من المثقفين بالعربية خارج الإحصاءات السكانية التقليدية. لكن اللافت أن هذا الانتشار وهذا التوهج يقع دون دعم خارجي كبير أو تمويل من الدول الناطقة بالعربية. فكيف سيكون حال العربية لو دعمت كما تدعم اللغات المنافسة من فرنسية وإنجليزية؟ والأرقام متاحة ويمكن الاطلاع عليها. فأنتم تعلمون أن فرنسا ترى نشر لغتها جزءا من أمنها القومي، منفقة مبالغ وصلت في عام 2025 وحدها إلى 676 مليون يورو، وقل نفس الشيء عن بريطانيا وألمانيا وغيرهما. ومع هذا فإن ثمة مساعي محمودة من طرف بعض المؤسسات، لعل من أهمها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وغيره ممن يقوم بمساعي محمودة في هذا الاتجاه، تأتي أكلها فوق المتوقع لحب الناس للعربية هناك. أيها الأكارم، إن حكاية العربية جنوب الصحراء حكاية إفريقية خالصة. إذن فقد اختلطت بثقافة الناس وأخيلتهم وهمومهم حتى أوجدوا خطوطهم العربية الخاصة بهم. فإذا كان في الخطوط كوفي كما تعلمون وغيره، فإن هناك خطا إفريقيا كما تعلمون أيضا يسمى الخط العجمي إلى غيره، وهو خط متأثر بالمغربي والقيرواني وغيره. ولعل حال محب العربية في صبرهم على العربية تجسده الأبيات المشهورة للشاعر التشادي، وهذه مناسبة تكرم فيها تشاد، عيسى محمد عبد الله، يوم يقول: ويزكو التآخي مع الشرق فينا، ذو الضاد هم قومنا والقبيل، وإيثارهم ليس أمرا محالا، وداد فرنسا هو المستحيل. فرغم إنفاق الآخر لأمواله، فإن الإفريقي يتحدث بهذا اللسان وهذا المنطق: وداد ذو الضاد هم قومنا والقبيل. ولا غرابة في هذه المشاعر الجياشة على لسان شاعر إفريقي، فبالعربية عبر الشعراء الأفارقة منذ القدم، منذ شاعر الدولة الموحدية بإسحاق إبراهيم الكانمي إلى أحفاده المعاصرين هؤلاء. ولم يشعر الإفريقي يوما، بمشاكسة أو تناقض بين ثقافته الخاصة
وثقافته العربية، بل رآها مزيجا متصالحا معبرا عن ذاته قريبا من مشاعره. ولعل الشاعر السنغالي عبر عن هذا التآخي الوجداني بين اللغات المحلية والعربية في أبياته الغزلية التالية التي يخاطب بها محبوبته، حيث أن القافية من الولفية والأبيات من العربية. يخاطب محبوبته قائلا: يا خود إن غراب البين منك صرخ، فزرت أطلب من وصل لديك سرخ، يعني الصدقة بالولفية. ظننت بالوصل حتى بالحديث ولا أرى ضنينا سواك الدهر ظن بوخ، وخ يعني الكلام. لا تمنع الوصل ممن يستهام به، أتمنعين وصال المستهام لتخ، يعني لماذا؟ لم تعلمي أن خير الناس أكرمهم والخير أبقى وإن طال الزمان إلخ. أشكركم. شكرا.